بتعملوا البروستو مش بينجح معاكم، ما بيطلعش مقرمش، او التتبيله بتقع من عليه وهو بيتقلى، او اصلا مش مستوي. هنعمله النهارده بطريقه جميله جدا بجد بدون مبالغه، احلى من بتاع بره، مقرمشه حتى لما بتبات لتاني يوم. وهنعمل معاه كمان صوص التوميه، احنا عملناه قبل كده، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. يلا بينا نخش على الطريقه. في حله هجيب 2 لتر من الميه، هحط عليهم ربع كوبايه من الملح وربع كوبايه من السكر وورق لورا وحبهان، وهحطهم على النار يغلوا. وهجهز الفراخ بتاعتي، عندي فراخ صغيرة وزنها 600 جرام، يا ريت تستخدمي فراخ صغيرة ما تزيدش عن كيلو. المية بتاعتي بقى خلاص غلت، هطفي عليها واشيل المنكهات اللي انا حطاها. لو انت مش عايزة تحطي المنكهات دي مفيش مشكلة، تقدري تستغني عنها. هسيبها تبرد تماما، وبعد ما تبرد هحط عليها الفراخ بعد ما غسلتها وقطعتها. عامله فتحات صغيره كده في الفراخ مش كتير عشان الفرخه ما تتبهدلش معايا، علشان تتبل معايا كويس، والميه تتغلغل في النسيج بتاع الفراخ وتخليها طريه وجوسي معاكي. طبعا ده بعد ما عدى عليها 24 ساعه. طبعا صفيتها بقى من الميه وجهزت بقى التتبيله بتاعتي. كوباية زبادي كبيرة حوالي 200 جرام، ونص كوباية من الحليب، وعصير نص ليمونة. التوابل بتاعتي بهارات مشكلة وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وكاري وريحان، كل دول معلقة كبيرة، إلا الملح معلقة صغيرة. وهنزل عليهم ب5 معالق من الخل الأبيض، وهخلط الخليط ده كويس كله مع بعض، وهحط فيه الفراخ بتاعتي لمدة 4 ساعات. يعني احنا حاطين الفراخ في محلول النقع من بالليل للصبح، والصبح حاطين الفراخ في التتبيلة لحد ميعاد الغدا كده ولا حاجة. هقلب بقى الفراخ بتاعتي فيها كده بحيث ان التتبيلة تتغلغل في كل الفراخ، وهغطيها وعينها في التلاجة تاني لمدة 4 ساعات. بعد 4 ساعات بقى طلعتها وجهزت بقى الغلاف الخارجي اللي احنا هنعمله. انا استخدمت هنا المقدار صغير بس رجعت زودته تاني، فانتوا استخدموا كوبايتين من الدقيق وعليهم كوباية من النشا او نص كوباية من النشا، ونحط معلقة صغيرة بيكنج باودر، وكل التوابل اللي استخدمناها قبل كده بس معلقة صغيرة منها مش كبيرة، ما عدا الملح والفلفل. الفلفل الاسود مش هنحطه في الدقيق علشان ما يغمقش معانا لون الفراخ. وهجيب بقى مية متلجة كده، وهكون حاطه على النار الزيت يكون سخن. الزيت اول ما يسخن هخلي النار وسط، ما تبقاش عاليه، عشان لما احط فيها الفراخ ما تتحرقش على طول وتبقى مش مستويه من جوه. واخد بقى الفراخ احطها في الدقيق وانزل بيها في الميه البارده يا دوب 3 ثواني، واحطها في الدقيق تاني وانفضها كده من غير ما اضغط عليها عشان اثبت عليها الدقيق. يعني كل ده في ثواني، الفها في الدقيق كده من غير ما اضغط عليها واشيلها وانفضها واحطها في الزيت على طول، ما احطهاش على جنب واحط كله بقى مع بعضه في الزيت. لا، اللي تعمليه تحطيه في الزيت على طول، زيت سخن على درجة حرارة متوسطة. هكمل بقى كل الفراخ بالطريقة دي. انا مصورتش الآلية عند البوتاجاز بقى علشان كنت هتلبخ الصراحة، انا وريتها لكم كده على السريع. بتكون كده، سيبيها لحد ما تاخد اللون اللي انت عايزاه وتطلعيها. انا بقى عملت حاجة كمان، بعد ما طلعتها حطيتها في الاير فراير على 3 دقايق، صفت الزيت بتاعها. طبعا اللي كنت مسخنه الاير فراير ورحت حطاهم فيها، قعدت نزلت زيت كتير، طبعا هي شاربه زيت، فنزلت جزء كبير منه في الاير فراير. طالعه لونها جميله ومقرمشه ومستويه، طبعا لان الفراخ صغيره مش كبيره، استوت معايا بسهوله. انا متاكده لو جربتوها تعجبكم. لو شفتوا الفيديو للآخر شكرا لكم بجد، وما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتي، وتقولوا بتشوفوني منين، وتحطوا لي لايك على الوصفة.